هاي، النهاردة بقى هنعمل مع بعض الشوكولاتة الباونتي اللي كلنا بنعشقها. مش هتتخيلي النتيجة قد ايه شبه الجاهزة بالظبط، واوعدك بعد ما تجربي الوصفة دي انك مش هتقدري تفرقي بينها وبين الجاهزة بطريقة سهلة بمكونات موجودة عندنا في كل بيت. مش هتاخد وقت معاكي خالص، وقت ما تحبي تعمليها بكل سهولة. اول مكون هنحتاجه ويعتبر المكون الرئيسي في الوصفة هو الحليب المكثف المحلى. انا النهاردة هعمله في البيت ومش هشتريه جاهز عشان الوصفة تبقى اقتصادية ومكوناتها موجودة عندك في البيت عادي. هنحتاج 3 كوبايات لبن كامل الدسم، ولازم اللبن يكون كامل الدسم وانتي كمان واثقة جدا من مصدره، يعني لبن طازة كده وبخيره. وبعدين ننزل عليه بكوباية وتلت لكوباية ونص سكر، ونقلب السكر كويس جدا لحد ما يدوب، ونرفعه على نار هادية ونفضل نقلبه كل شوية عشان ما يشيطش ولونه يغمق معانا، وننزله اخف سنة من القوام اللي احنا هنحتاجه، لانه لما بيبرد قوامه بيتقل شوية. بصوا هنا القوام خفيف ازاي. بعد شوية بقى لما حطيناه في التلاجة مش هتتخيلوا تقل قد ايه. بصوا عشان كده بقول لكم نزلوه اخف شوية من القوام اللي انتوا هتحتاجوه. كده خلصنا يعتبر اهم مكون رئيسي في الوصفة وهو الحليب المكثف. عايزه اقولك لو اول مره تشوفيني، انا لورا ودي القناه بتاعتي. ممكن تعملي لي اشتراك، وكمان لو الفيديو عجبك لايك وشير مع كل اصحابك. تاني مكون هنحتاج جوز هند. انا كان عندي ربع كيلو جوز هند، وهبتدي انزل عليه بالحليب المكثف المحلى بالتدريج. انا تقريبا اخدت ربع الكميه اللي هي طلعت من ال3 كوبايات لبن، بس برضو بنزل بالتدريج عشان العجينه تبقى مظبوطه عندي. ولو حسيت ان هي خفت شويه بزود جوز هند، لو حسيت ان العجينه ماسكه او ناشفه شويه ببتدي انزل حليب مكثف بس. وبعدين كده قوام العجينه عندي مظبوط، هبتدي بقى اشكلها. شكليها كرات، شكليها على شكل اصابع زي الشوكولاته الباونتي، بس حطيها على ورقه زبده عشان تعرفي تطلعيها بعد كده لما هتجمد معاكي. بعد بقى ما شكلنا الكميه بتاعتنا، انا عايزه اقول لكم هي طلعت كميه كبيره جدا. هسيبها بقى تمسك نفسها شوية نص ساعة في التلاجة. بعدين بقى عندي بار شوكولاتة بالحليب حوالي 250 جرام، سيحتها. النوع الشوكولاتة اللي انا استخدمته ده بجد حلو جدا، طعمه حلو كمان سعره مناسب جدا. هبتدي بقى اغلف كرات جوز الهند عندي بالشوكولاتة دي. خلي بالكوا يعني بالراحة عشان ما تفكش منكوا. وهصفيها خالص من الشوكولاتة، وهرجع برضو احطها على ورقة زبدة عشان تطلع معايا بكل سهولة. هخلص بقى كل الكمية وهتأكد ان انا غطيتها كويس بالشوكولاتة. وعلى فكرة كمان لو عندك شوكولاتة بيضة ممكن تغطي شوية كده بالشوكولاتة البيضة، بيبقى طعمها حلو جدا. وهرجع احطها نص ساعة تاني في التلاجة لحد ما الشوكولاتة تجمد خالص. بعد كده بقى نطلعها وناكل احلى شوكولاتة باونتي ممكن تاكلوها. بجد مش هتتخيلوا الحلاوة يا جماعة. انا بعملها كتير جدا من كتر ما انا بعشقها. هي فعلا وصفة مرنة سهلة ما فيهاش اي تعقيدات، بأبسط المكونات هتعملي شوكولاتة للولاد ولكل اصحابك وحبايبك في البيت. يعني جربوها وعلى ضمانتي، وبتحدى اي حد يقول ان هي مش زي الجاهزة. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، وشكرا على دعمكم دايما ليا باللايك والشير والسبسكرايب للقناة بتاعتي.